صناعة الفارق طبعا ليونيل ميسي هنا وخدوا اول اهداف في اللقاء عن طريق بقى السرعه، عن طريق التيكي تاكا، عن طريق اللاعب انيستا. شوف اللمسه والسرعه والتحرك واتعملت حلوه قوي الحقيقه وانطلاقه، ويسجل انيستا اول اهدافه في الليجا. هذا اللاعب اللي سجل امام منتخب فنزويلا مع منتخب بلاده وسجل اوروبيا في مرمى فريق نادي بيلزن. اخيرا هنا يسجل اول اهدافه في الليجا هذا الموسم. ثاني لاعب في عام 2010 امامنا اند للبلوجرانا. اتعملت حلوه قوي، ادي كايتا ادريانو. شوف السرعه، شوف امامنا السرعه ومثلث جميل قوي اتعمل هنا في هذه اللقطه. لمسه والثانيه تخرج اي دفاع مع جالفيز. الشوط الاول واحده ايضا لكايتا مع بوتيا. كايتا هو الحل، كايتا هو الحل امامنا في هذه اللقطه. ادي امامنا كوره سيدو كايتا، ادي امامنا هو سيدو، هو سيدو في هذه اللحظه. امامنا هو سيدو كايتا في هذه اللقطه. النجم المالي يسجل اول اهدافه في الليجا هذا الموسم وبروح. لكن بص شوف الكوره، شوف اليكسيس سانشيز، شوف كايتا خد قرار حلوه وعلى عدلته وعلى شماله ماسكرانو. اليكسيس سانشيز اللمسه السريعه تخرج اي دفاع من تمركزه. لا تقول لي بقى لا زحمه ولا كثافه. وادي امامنا هنا بوطيا حط قدمه عشان بقى هنا ومحاوله عن طريق النجم الابرز في هذه المباراه. وادي امامنا هنا يا سلام يا تشافي، يا سلام يا تشافي على الكرة الحلوة. لكن يا انيستا يا لعيب يا انيستا عملها حلوة قوي. تشافي نزل يعني الكرة بمهارة نجم، ولكن انيستا هو نجم المباراة الأول بلا منازع. شوف الكرة وادي التسلل مش موجود، والمساعد المرة دي بقى ممتاز في اللقطة دي. وهدف بقى هدف التأكيد، هدف الثلاث نقاط. 3-1 في لقاء مثير، في لقاء يعني اعتقد يرد على ان غياب ميسي غياب صحيح مؤثر، لكن برشلونة بمن حضر حضور قوي جدا لانيستا في لقاء اليوم. وصحوة من جانب كايتا ومن جانب تشافي بعد ما سجل انيستا هدف تقدم في 43. عاد ديفيد بارال في الدقيقة 49 ثم سجل